بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا نعمل مع بعض صينية لسان العصفور بالكبد والقوانص. أنا عندي تجميعة مجمعاها من أول الشهر، شوية كبد وقوانص. نزلت الأول بالقوانص والقلوب في معلقة سمنة كبيرة ورشة فلفل أسود، وهسيبها على نار هادية تستوي الأول معايا. لازم القوانص والكبد تاخد تشويحة جامدة الأول واسيبها تستوي لأنها بتبقى ناشفة شوية. بعد كده هوسع كده في النص وهحط الكبد معايا برضو، هغطي عليها كل ده على نار عالية علشان الكبد ما تنزلش ميتها. بعد ما نزلت الكبد خلاص واتشوحت، نزلت معايا ببصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة وقرن فلفل أخضر وليمونة وفص توم. هي دي الحاجات، الخضار ده كله ني في ني ناشف هو اللي نزلت بيه، وهشوحه كويس جدا مع الكبد والقوانص تشويحة خفيفة. وبعد كده هشيله من على النار على طول. انا عايزة الخضار يفضل طعمه معايا طازة زي ما احنا شايفين. هسيبه بقى على جنب، شيلته من على النار خلاص ونزلت بالصينية هيت مكان الطاسة. هحمر فيها لسان العصفور وهستخدمها هي كمان علشان اعمل فيها صينية لسان العصفور. هنا خلاص اهوت معايا لسان العصفور. هديله تشويحة بقى محترمة كده لحد لما طبعا ما سيبهوش وامشي لانه ما بياخدش وقت في التحمير. لازم افضل واقفة جنبه علشان ما يتحرقش مني. ايدي فيه على طول لحد ما ياخد اللون الذهبي. بعد كده هجيب التشويحة بتاعة الكبد والقوانص والبصلة المبشورة والطماطماية وقرن الفلفل وفص الثوم والليمونة والفلفل الاسود ومكعب الماجي. كل دوت اللي حطيته بالظبط من اول الوصفة. هقلب كده بشويش وهنزل معايا بالشوربة بتاعتي، لازم تكون سخنة وبتغلي هي كمان. يا دوب بس هغطي بس كده وش لسان العصفور وبعدين هغطي الصينية. اتأكد بس ان ملحها مظبوط او لا علشان تطلع معايا طعمة وما يبقاش فيها اي مشاكل. حسيت انها محتاجة سنة فديتها فلفل اسود وملح وظبطتها، وهغطيها بقى معايا. ممكن فويل، ممكن صينية اكبر شوية في المقاس، يعني كل ده على نار عالية لحد ما لسان العصفور يتشرب زي ما احنا شايفين. هنروح مدخلاه تحت الشواية على طول. هتطلع معايا ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين. مش قادرة اقول لكم طعامة مش هتدوقوها بجد في حياتكم. طعامة صينية لسان العصفور بالكبد والقوانص ملهاش حل. جربيها وعلى ضمانتي، شوفي هتعجبك ولا لا. كل شهر يا رب وانتم بخير.